تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا على النبي كده معانا، وصلوا على الحبيب المصطفى بتعليق حلو منك. عفوا. ولو لسه بقى ما حطيتش اللايك الجميل اللي بيشجعني، يلا حط اللايك الحلو منك كده. مش هتخسري حاجة، حط لايك كده يرفع الفيديو ويشجعني انزلكم ان شاء الله فيديوهات اكتر. سواء بقى نضفتي تنظيفة رمضان او لسه ما نضفتيش، يلا بقى كده شجعي معايا. لو نضفت تنظيفة رمضان قومي كده شيكي عليها، ولو لسه ما نضفتيش يلا قومي بقى نضفي معانا. رمضان كريم عليكم. إيه، كل سنة وانتم طيبين. بعود الأيام إن شاء الله كده. ربنا يتقبل صيامنا وقيامنا، وربنا يعيننا كده ويتقبل منا يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. كده ده اول تنظيفات رمضان. السنه اللي فاتت كنت لازقه الورق الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وكنت عامله تنظيفات رهيبه، وكنت عامله ورق الحائط. السنه دي بقى مش هنحط ورق حائط، هنحط بس ستيكر غير الستيكر ده. وهننضف تنظيفه عميقه حلوه كده برضو للمطبخ، مش هننسى طبعا التنظيفه الحلوه دي. فيلا بينا كده بقى، خلاص الورق بتاعنا ده انتهى صلاحيته انتهت لحد كده. هبدأ ان انا اشيل الستيكر ده، ونبدأ ان شاء الله نحط ستيكر تاني. بس قبل ما نحط الستيكر التاني ندخل في التنظيفات العميقة والرغاوي الحلوة كده المنعشة، اللي بترجع لنا كده الطاقة بتاعتنا بعد ما كانت بتنتهي. الحماس بقى والتشجيع والرغاوي الجميلة دي تبدأ من هنا. تبدأ من مطبخك، تبدأي من المطبخ. أول حاجة تبدأي فيها تنظيفات هي المطبخ. ابعدي عن الشقة كلها، ده في جنب تاني، والمطبخ كوم لوحده في جنب لوحده. اول حاجه كده لو ما كنتش بدأتي ابدأي بالمطبخ بتاعك. نضفي كده المطبخ من جوه ومن بره، وابدأي ان انت شوفي اللي عايز يتغسل تغسليه، واللي عايز يتوضب وضبيه. فاهمين انتوا؟ روقوا كده على كل حاجه. عفوا. اولا كده الرخامه دي انا استخدمت فيها حاجات كتير جدا. حطيت عليها ورق المدهب قبل كده. عفوا. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت الورق المدهب، وحطيت الورق اللي بيجي بيتشرى ده بالمتر، اللي هو زي المفارش. حطيتها قبل كده. بصوا انا حطيت فيها يعني عملت فيها كتير، عملت في الرخامه دي البدع. واخر حاجه وحطيت قبل كده عليها ورق حائط، وكانت حاله يعني حاجه صعبه جدا. ندمت جدا ان انا حطيت على ورق حائط. المهم، اخر حل توصلت له في الرخامه بتاعتي ان انا احط لها ورق الحراري اللي انتوا شايفينه ده، الستيكر ده. هو ده الستيكر اللي تقريبا عجبني، وتقريبا عمر شويه وبقى كويس معايا، اللي هو الستيكر الحراري اللي انتوا شايفينه ده. تاني حاجه ان لما باجي اشيله من من الرخامه. بالظبط الستيكر على الرخامه بقاله سنه بالظبط. حلو. واستخدامه جميل. عفوا، مش عارفه ايه مالي بصراحه. المهم استخدامه حلو. و... وطريقته كمان في ان انا اشيله برضو كويسة، مش ان هو لازق وسايب اثر بقى والكلام ده كله، لان في حاجات تانية كتير بتبقى صعبة عن ده. فلا ده كويس، ولما جيت اتشيله اتشال كويس برضو، واتشال بسهولة، وما فيش حاجة لزقت في الرخامة وطهقتني او زهقتني. لا، على طول ان شاء الله يعني اتشال وكان كويس. فعشان كده هحط التجربة دي تاني. هو بس من الاستعمال بدأ ان هو يخربش شوية، في حتة تتشال من هنا، حتة تتشال من هنا. المهم عديتها، ولا حلو معايا وجميل. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عايزة ادهن الرخامة بتاعتي الدهان اللي هو اللاكيه الابيض. شفت فيديوهات كتيرة جدا عاملين الدهان اللاكيه، والفيديوهات ضربت معاهم جدا، بس تجربة فاشلة. فانصحك ما تعمليهاش وما تجربهاش ابدا. الدهان اللاكيه بيقشر زي ما تقولوا كده، الرخامه فيها مانع للزق اللاكيه عليها، او ان هو ينشف عليها او كده. تمام. المهم ان هي تجربة فاشلة، انا شفتها عمليا وحشة جدا جدا. مش عملية خالص. فاستبعدت خالص ان انا اعمل الدهان اللاكيه. في الوقت ده كانت الكهرباء قطعت وخلاص. بدأت ان انا اكمل معاكم من ورا الكاميرا بقى، وطبعا الشغل اللي ورا الكاميرا اكتر بكتير من اللي قدام الكاميرا قدامكم. فمعلش بقى اعذروني. المهم، ده كده بعد ما شلت الورق واتخلصت منه الحمد لله. شلت كده الورق اللي على الرخامة دي، وكمان اللي على الرخامة دي.
الحمد لله كده. فاضل بقى إيه التنظيفات البسيطة خالص، عارفينها التحبيشات البسيطة دي. هاغسل بقى كده ورا البوتاجاز، والبوتاجاز كده أدعكه كده وأمرشه مرشة حلوة، وكمان سجادة المطبخ اللهم صل على سيدنا محمد. هنمسك الرخامة بقى كده ننضفها تنضيفة حلوة كده ونغسلها كويس جدًا ونلمعها، ونبدأ معاها كده عشان نحط إن شاء الله عليها الستيكر الرخام اللي أنا جايباه لها. هتشوفوه معايا بس في الفيديو الجاي إن شاء الله، استنوني في الفيديو الجاي عشان تشوفوه معانا. المهم كده شوية صابون سايل مع شوية السلكية الجميلة دي، وبدأت كده إن أنا أغسل الرخامة كويس جدًا. اللزق في طبقة لزق بسيطة كده الستيكر ده بابقى سايبها بالصابون السيل كده وبالسلكاية، وبدأت إن أنا أدعكها كويس جدًا. وكمان مشيت إيدي بقى كده على اللهم صل على سيدنا محمد، على ورق الحائط اللي أنتم شايفينه ده. الورق نضيف كده وكويس مش وِحِش، فيستحمل معايا كمان قدّام شوية. فالتغيير مطلوب، بس طالما الورق نضيف وكويس فهاشيله ليه وأغرم ليه. خصوصًا بقى إن أنا طالما مش باطبخ على طول في المطبخ والمطبخ نضيف، فما فيش بقى دهون وما فيش الكلام ده، فتمام الورق حلو ويستاهل معايا لسه فترة، فخلاص سِبته. هاجيب بقى كده إن شاء الله الستيكر لون تاني بقى كده غير اللون الأبيض اللي أنا كنت حاطاه، فكتغيير تمام، يعني كنوع من أنواع التغيير كده والنضافة. أنا طبيعتي إن أنا باحب أغيّر. طيب بدأت إن أنا كده أمسح بإيه، بشوية صابون سايل كده وشوية خل والسلكاية، وبدأت إن أنا أغسل الرخامة كويس جدًا، لمّعتها كده وطوّقت كمان اللهم صل على سيدنا محمد، وطوّقت كده كمان الورق بقى بيلمع وتمام وزي الفل. عايزة أقول لكم أنا سألت على الورق الحائط عشان أكمّل عندي بقية المطبخ ورق حائط، لقيت الورق الحائط غِلى جدًا، يعني اللفة اللي أنتم شايفينها دي كنت جايباها ب30 جنيه من رمضان اللي فات، رمضان دلوقتي ب100 جنيه، يعني في فرق بُصّوا قد إيه بقى، فرق مرتين 3. المهم سِبت بقى بقية الحيطة دي، الحيطة كده ورا البوتاجاز أو البلاط ورا البوتاجاز، في برضه نُقط كده دهون. النقط الدهون دي عشان أقضي عليها خالص من غير حتى ما أتعب فيها أو أعمل فيها حاجة، بشوية بس كده سائل من اللي هو مستر شاهين، الإزازة الجميلة بتاعة إذابة الدهون دي حلوة جدًا، باستخدمها للبوتاجاز اللهم صل على سيدنا محمد، للبوتاجاز وكمان للدهون على الحيطة بقى أو في الشفاط أو أي حاجة أنتم عايزين تتخلصوا منها فيها دهون. تمام، حلوة جدًا الإزازة دي، قُلت لكم عليها قبل كده، جميلة جدًا ومش غالية خالص، ب7 جنيه أو ب10 جنيه بتقضي لِك على كل الدهون. غسلت كده ورا البوتاجاز، وكمان تحت البوتاجاز بقى شايفين الحاجات اللي بتُقع دي؟ المهم يعني شيّكت على البوتاجاز كده من فوق ومن تحت ومن الجوانب كده، وبُصّوا ضبّطت البوتاجاز تضبيطة كويسة كده بقى وفي مَيّة مغلية وهيصة، وخلاص كده الفيديو بتاعنا يوشك على الانتهاء. إن شاء الله بقى الفيديو الجاي تنضيفات، 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 فابقوا معنا كده عشان نشوف كده النتيجة النهائية للتنضيف الحلو ده. وطبعًا التنضيفات دي مش لازم تبقى قبل رمضان، ممكن في أول رمضان ابدئي كده وقومي واتشجعي، واستنوني الفيديو الجاي وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.